حقق نادي ريال مدريد فوزاً مثيراً على حساب ضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني. وسجل هدف المباراة الوحيد النجم الأورجواياني فيدريكو فالفيردي في الدقيقة 93 من عمر اللقاء، ليمنح الفريق الملكي 3 نقاط ثمينة حافظت على آماله في المنافسة على لقب الليغا. وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني، مقلصاً الفارق إلى 4 نقاط فقط خلف المتصدر برشلونة، ليبقي الصراع على اللقب مفتوحاً في الجولات القادمة. المباراة شهدت أداءً قوياً من الفريقين، لكن خبرة ريال مدريد حسمت النتيجة في اللحظات الأخيرة، في عرض جديد لقوة شخصية الفريق في الأوقات الحاسمة.